بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم عن ليه ما بنصحش أبدا إن حد ينشر دايما حياته الشخصية على الفيسبوك، ودايما برضو إن أنت لما يكون عندك حاجة كويسة مش لازم تقولها لكل الناس، وليه الدين كمان بيأيد الكلام ده. إحنا دايما يا جماعة بيكون حوالينا يا إما محب ليك يا إما كاره ليك يا إما منافق. إيه الفرق بين التلاتة؟ المحب باين، واحد بيحبك قدامك وفي ظهرك، واحد بيكرهك قدامك وفي ظهرك، ودول سهلين، ابيض واسود باينين. مشكلة المشاكل في المنافق اللي هو بيبين لك انه بيحبك ولكن هو في ظهرك مش بيحبك. طب ده بنكتشفه ازاي؟ بنكتشفه كما قال الحق سبحانه وتعالى عنهم: ان تمسسكم حسنة تسؤهم، لما تجيلك حاجة كويسة يزعلك، وان تصبكم سيئة يفرحوا بها، لو حاجة ضايقتك او حصل لك مصيبة يفرح فيك. فانت لو لقيت الشخص عنده الحاجتين دول اعرف ان ده منافق باين بالنسبة لك، فخد بالك انه. طب اعمل ايه معاه؟ اصبر واتقي، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. ودايما في كل القرآن ربنا سبحانه وتعالى بينصحنا في التعامل مع المنافقين والاعداء بالحلم والصبر والتقوى. فالحق سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني لو علاج ضيق الصدر إنك أنت تقرب من ربنا وتكن من الساجدين. والحق سبحانه وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي التفاسير إن الحظ العظيم هي الجنة. فهنا نعرف إن في علامة صغيرة تعرف منها عدوك من حبيبك من المنافق. فالعدو باين، عدوته باينة ليك. المحب باين، حبه باين ليك. المنافق بيبقى دايما مستخبي طوال حياتك لكن بيبان في المواقف اللي زي كده. تيجي لك حاجة كويسة يزعل، تيجي لك مصيبة يفرح فيك. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.